فقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. طف بالحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلاها. ومن أجمل آيات الله عز وجل في الكون آياته في الفلك، آياته في السماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يكفي الإنسان أن يجلس مع نفسه لحظات فقط لينظر إلى السماء ويتفكر في آيات الله عز وجل، والله لا يملك إلا أن يقول سبحان الذي خلقها. اكتشف العلماء في العقود الماضية أن هذا الكون الذي نعيش فيه حجمه ليس بثابت. أي علم هذا؟ أي أجهزة استخدمت؟ أي دراسات وأموال أنفقت لأجل التوصل لهذه الحقيقة؟ بعد آلاف السنين من علوم الإنسان والبشر يكتشف الإنسان أن الكون يتسع كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة. هذا الكون الفسيح يتسع. ألم يقل الله في القرآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنفسي سمعت في موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سمعت صوت نجم عظيم، نجم من أكبر النجوم في الكون، يظهر صوتا كصوت المطرقة، كصوت المطرقة. تخيلت بالضبط نفس الصوت. هذا النجم يخرج موجات تثقب أي شيء من عظمه ووزنه وقوته وحركته. حوله موجات كهرومغناطيسية لو أصابت أي شيء ثقبته. والسماء والطارق، صوت المطرقة. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. من أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا؟ بل من يعلم أن النجوم التي نراها اليوم في السماء بعضها قد انتهى منذ آلاف السنين. كيف نراه اليوم؟ نحن نراه لأن بيننا وبينه آلاف السنين الضوئية، مئات السنين الضوئية. الآن يصلنا نوره وأشعته، نظن أن النجم موجود وهو اختفى منذ آلاف السنين. ما نراه فقط مواقع بعض النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اكتشف العلماء أيضا في السنوات الماضية أن القمر كان كالنجم. القمر كوكب يعكس الضوء، لكن اكتشفوا أنه كان نجما، كان كالشمس الحارقة، كان هو يشع نورا بنفسه فانطفأ. محي هذا النور كله قبل سنوات اكتشف، والقرآن ذكر هذا قبل أكثر من 1400 سنة. وجعلنا الليل والنهار آيتين، آية الليل القمر، آية النهار الشمس. فمحونا آية الليل، كانت آية فمحاها، أطفأها الله عز وجل. وجعلنا آية النهار مبصرة. والله كلها آيات في كتاب الله جل وعلا. من أراد الإيمان يدرس علم الفلك ويقرأ القرآن ليتأكد أنه كلام الله جل وعلا ليس بكلام البشر. سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واسمعوا أيضا لهذه الآيات المبصرة والعلامات الواضحة البينة. إعجاز، وأي إعجاز!
الآن توصل العلماء قبل عشرات السنين فقط، توصلوا أن الكون حصل وخلق نتيجة انفجار هائل. هذا الانفجار الهائل، الانفجار الكوني، تسبب بدخان خلقت منه السماء والأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآن يقولون بعلومهم بالنص أن السماء كانت دخان، ثم صارت سماء، ثم صارت الأرض أرضا. والله في القرآن ذكر هذا منذ 1400 سنة لو كانوا يؤمنون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا الله، ما أعظم القرآن وما أعظم أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الواحد منا إذا أراد أن يتعلم التوحيد يقرأ في صفحة الكون. الآيات منها شرعية في القرآن ومنها كونية يراها الإنسان، وأعظم ما يرى أن يتفكر في خلق الله جل وعلا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى السماء، اخرج ليلا، انظر إلى جمالها وزينتها، إلى النجوم التي زينت هذه السماء، ثم ابحث في السماء عن فرجة، عن ثقب واحد، هل ترى؟ ما لها من فروج. ما أبدع خلق السماء، ما أبدع خلق النجوم. اكتشفوا أيضا قبل سنوات وعقود قليلة، عشرات السنين، اكتشفوا أن السماوات والأرض والكواكب، وانظروا لهذه المعلومة التي هي جديدة عند البعض، كل الأجرام السماوية اكتشفوا أنها كانت ملتحمة ملتصقة، فصار الانفجار الكوني الهائل كانت مجتمعة، وتسمى في اللغة العربية رتقا. رتقا يعني ملتصقة مجتمعة، فصار الانفجار فانفصل كل شيء عن الآخر، وصارت الكواكب التي تجري في السماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو كان في الوقت متسع وتكلمنا فقط عن آيات الله في السماء والنجوم والكواكب لقال كل ملحد آمنت أنه لا إله إلا الله، ولآمن كل غير مؤمن بديننا بالقرآن وعلم أنه كلام الله حقا. كان المشهد جميلا قضيناه في آيات الله عز وجل ومعجزاته البينة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. طف بالحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلاها. فانظر إلى خلق البديع وصنعه، آيات من في الكون قد أبداها. فالبحر والأفلاك تشهد أنه رب الخلائق جل من سواها. طف بالحياة وقف
فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. طف بالحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلاها.